ظهر الإعلامي وقاضي المشاهير نور عبده مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج شو القصة، واتكلم عن بعض أزمات المشاهير وبالأخص إنجي خوري، وعن آخر ترنداتها اللي ادعت إنها تبع عبدة الشيطان، وعن سر الحجاب. وقال إنجي بتحب أدهم من نابلسي جدا، وجات لي وقالت لي أشوف لها حل يخليها تتجوز أدهم، وقالت لي إنها تلبس الحجاب وعايزاني أساعدها وأنشر الموضوع ده عشان أدهم يتجوزها. وفعلا نشرت الموضوع بس ما اتفقتش معاها على أي حاجة، لكن اتفاجئت بموضوع عبدة الشيطان. إنجي ما كانتش عايزة تتجوز أدهم بس، هي كمان كانت عايزة تطلع ترند بعد فترة غياب كبيرة. واتكلم كمان عن أزمته مع نسرين طافش وسبب غضبها منه وإنها بتزعل لما بينتقدها، وأضاف في فنانة سورية عرضت عليا 80,000 دولار عشان أهاجم نسرين طافش وشيرين عبد الوهاب وانتقدهم بشكل مستمر، وكمان أسرب أخبار مسيئة ليهم، وقال الاتنين دول اتعرض عليا بسببهم فلوس كتير عشان أسرب أخبارهم. حتى أزمة شيرين مع المواد المخدرة، في حد اتصل بيا وعرض عليا فلوس عشان أسرب الأخبار للصحافة، وقال الشخص ده كان مقرب جدا من شيرين، قال عايز الموضوع يبقى ترندي على السوشيال ميديا، عايز الكل يعرف، لكن أنا رفضت وقلت لا، دي حياتها الخاصة ومستحيل أعمل كده، وأنا بطلت خلاص أكشف أسرار الفنانين وخباياهم، أنا بنتقد في حدود النقد المباح.